ازاي لسه في ناس بتشتري الفول جاهز ومش بتدمسه في البيت؟ طبعا في البيت اضمن واوفر وامن واحلى واطعم بكتير جدا. وبما اننا داخلين على رمضان، كل سنة وانتوا طيبين يا رب. وطبق الفول هيبقى من الاطباق الاساسية اللي هتكون على سفرتكم. هتشوفوا معايا طريقة تدميس الفول في الحلة العادية، وبوقت قليل هيتدمس الفول بتاعنا ويبقى زي الزبدة زي ما شايفين كده، وهيبقى طعمه خرافي جدا وبدون اي مجهود وبدون اي افتكاسات كتيرة. يعني اي حد مبتدئ يقدر يعمله بكل سهولة. ويلا بينا نشوف الطريقة. عندي اول حاجة ربع كيلو من الفول، وانا نقعته حوالي 4 ساعات، وعلشان انا كان عندي وقت شوية يعني. فانتوا ممكن تنقعوه نص ساعة بس، مفيش مشكلة، ساعتين، ساعة، 3 ساعات، مفيش مشكلة. النقع الزيادة بيخلي القشرة بتاعته تفك، فمش لازم ننقعه قبلها بيوم خالص، يعني ما نزودش نقع عن 4 ساعات. المهم بعد كده نزلت الماء اللي انا كنت نقعاه فيه وشطفته، وبعدين حطيته في الحلة وضفت له طماطمايه وبصلايه و4 فصوص من الثوم ونص كوباية من العدس الأصفر مغسول، وعليهم غطيته بالمية السخنة زي ما شايفين. وكمان هضيف ليمون، عصرت ليمونة وضفت القشر بتاعها كمان، ومعلقة من الصلصة، أنا عاملاها صلصة عادية بيتي، ممكن صلصة معلبة مفيش مشكلة. وكمان حطيت معلقة صغيرة من الخل. هنا كنت غطيت ونسيت أضيف قمح البليلة، دول معلقتين كبار من قمح البليلة، ممكن هنضيفهم مع كل المكونات قبل ما نضيف المية، مفيش مشكلة خالص، بس أنا كنت نسيت أحطهم فحطيتهم. وبعدين زي ما شايفين الطماطم بتاعتي شلت منها القشرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان أنا مش محتاجاها، اتشالت معايا بكل سهولة. هنا بقى بيبتدي ان انا بشوفه لو هو عايز ميه بضيف له ميه لو لسه ما استويش، اما لو استوى مش محتاج معايا ميه وميته كويسه فانا مش هضيف له ميه. بس في الغالب ان هو ميته بتنقص وهو بيكون لسه سواه مكملش، فاحنا بنضيف له ميه. طبعا بتابعه باستمرار. هنا كان خلاص استوى معايا، فقبل ما اقفل عليه ما كنتش لسه قفلت، ضفت له، حطيت نص كوبايه من سخنه برضو، وضفت لها معلقه صغيره من الدقيق وربع معلقة من الكركم ومعلقة من برضو الصلصة. قلبتهم بالشكل اللي شايفينه ده لحد ما يكونش فيه تكتلات معايا للدقيق خالص، وبعدين ضفتهم على الفول بتاعي وغلوتين بالظبط وقفلته. هو كان استوى يعني حوالي 5 دقايق كده ورحت قفلت عليه. بعد ما قفلت على الوش عصرت عصرة ليمونة علشان الوش معايا ما يغمقش. وهو كده سخن ولسه قافلين عليه، هنعمل مع بعض فول بالثوم والزبدة البلدي، حاجة كده الطعم الأصيل بتاع زمان. بس ما تنسوش بقى تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين. أول حاجة حطيت معلقة من السمنة، وبعدين عليها قطعة من الزبدة البلدي، ما كنتش عاملاها سمنة، يعني زبدة جايباها كده وحطيتها على طول مع السمن، وساحوا مع بعض هما الاتنين. واول ما ساحوا ابتديت احط التوم بتاعي مقطعه بالشكل اللي شفتوه. اول ما يصفر بننزل بالفول بتاعنا الحلو الروعه اللي انتوا شايفينه ده، طعمه جميل وريحته جميله ولونه جميل، مضمون، كل حاجه فيه حلوه. الفوله وانتوا بتشتروها اشتروها فوله فاتحه، وتكون مش صغنططه وغامقه علشان ما بتكونش حلوه، تبقى فوله كده فاتحه وكبيره شويه وبتطلع منتهى الروعه. شايفين هو زبدة ازاي زي القمر. وحطينا له بقى رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة كمون، وهتاكلي احلى فول بالثوم. طبعا ممكن تعمليه بالزيت والطحينة والليمون، وحاجة جميلة جدا، ويستحسن لو زيت حار، يا سلام على الجمال بقى. فول بالطماطم، فول بالبيض، فول بأي حاجة تحبيها، هو كده كده قمر قوي، وفي أي حاجة هيبقى زي القمر، وأي حاجة هتعمليها هتبقى من إيدك جميلة. يعني قبل رمضان بيوم كده دمسيلك حوالي كيلو، كيلو إلا ربع، نص كيلو، زي ما تحبي، كمية تقعد معاكي في الفريزر تطلعيها على طول، على تعمليها زي ما تحبي برضو، بالزيت بالثوم باللي انتي تفضليه زي ما تحبي، ولما ان شاء الله يخلص تدمسي تاني، بس اوعي تشتريه من بره. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.